أسوأ حاجة ممكن يحس بها الإنسان لما يلاقي نفسه بعد معافرة ومقاومة وحرب مع الدنيا يكتشف إنه لسه محلك سر، لسه واقف عند نقطة الصفر، وإن عمره اتسرق منه وضاعت أحلى أيام حياته وشبابه على حاجة ما تستاهلش. إنه ضحى بنفسه وبسعادته عشان ناس ما تستحقش التضحية. إنه يقدم كتير قوي، وفي الآخر ما يلاقيش حتى كلمة شكرا. لا، وكمان بيتهموه إنه في الأساس ما عملش ولا قدم أي حاجة. لما يفتكر إنه غالي ومهم عند حد وتيجي المواقف اللي تثبت له إنه ولا غالي ولا حاجة ولا فارق عندهم أصلا، وحتى لما يحاول إنه يبتدي من جديد ويقف على رجله مرة تانية يلاقي مليون حاجة سحبته وشدته لتحت تاني. لما يحاول إنه يثق في الناس من جديد ويتعشم في حد إنه هيقف جنبه ويعوضه يلاقيه جرحه جرح أكبر وعذبه عذاب أشد. يلاقيه بدل ما يقوي ضعفه ويكبر خاطره يضعفه أكتر ويكسره أكتر. بدل ما كان الحبل اللي متخيل إنه هيطلعه من بير الأحزان اللي غرق فيه يطلع حبل المشنقة اللي هيلف حوالين رقبته لحد ما يخنقه ويموته. وقتها البني آدم من شدة الحيرة والقهر والوجع ما بيبقاش عارف يفكر ولا يستوعب كل الخبطات اللي عمالة تحصل له من كل ناحية، وبيقف وبيسأل نفسه يا ترى هو العيب والغلط في مين وعند مين، فينا ولا فيهم؟ بيسأل نفسه كتير، ولكن للأسف ما بيلاقيش إجابة. دمتم بخير.